القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة دي ممكن تكون من أغرب القضايا اللي عدت على المحاكم في تاريخ مصر. حكاية راجل المحكمة برأته لأسباب فوق الخيال. طيب هو ممكن فعلا؟ يعني بجد حد ياخد براءة من تهمة جنائية عشان المحكمة تقول إن في قوة خفية هي السبب؟ سؤال يبان مستحيل طبعا، مش كده؟ لكن الصادم في الموضوع إن الإجابة على السؤال ده كانت سنة 1988 محكمة مصرية قالت ممكن. طبعا السؤال البديهي هنا هو إزاي الكلام ده حصل؟ طيب عشان نفهم اللغز ده لازم نرجع بالزمن لورا شوية، للبداية خالص. حكاية بتبدأ مع راجل حياته كانت عبارة عن كابوس بالمعنى الحرفي للكلمة. بطل قصتنا اسمه عبد العزيز أبو كف، رجل أمي وعلى قد حاله. سنة 66 حياته اتشقلبت حرفياً. شظية في الحرب أصابته بشلل نصفي. تخيلوا سنين طويلة وهو محبوس في سرير مشلول والأمل شبه معدوم، لحد ما في يوم وهو في قمة يأسه حصلت حاجة أغرب من الخيال، حاجة غيرت كل ده. ظهر له زائر، مش زائر عادي، زائر طلع له من الحيطة ومعاه عرض ما حدش فينا يصدقه. بيحكي أبو كف إنه في ليلة وهو لوحده في الضلمة شاف كيان غريب، ست جسمها كله عبارة عن دخان بتخرج من الحيطة، وقالت له بصوت مش بشري: أنا الحجة، أنا جاي عشان أخففك، بس عندي شرط واحد. طبعا أبو كف كان هيموت من الرعب، حاول يتجاهل الموضوع، يقول دي تهيؤات، لكنها كانت بتظهر له كل ليلة نفس المشهد. في الآخر استسلم من كتر الرعب والخوف وسألها: إيه هو شرطك؟ ردها كان أغرب من ظهورها: تتجوز بنتي. بعد كام يوم من التفكير والرعب أبو كف وافق. اللي حكاه بعد كده أغرب، بيقول إنه حس إن في فرح بيتعمل له، سمعوا أصوات زغاريد ودفوف وزفة كاملة، محدش تاني في البيت كان سامع أي حاجة. وفي ليلة الفرح المزعوم ده حصلت المعجزة، رجليه اللي كانت ميتة بقالها سنين ابتدت تتحرك. وفعلا أبو كف خف من الشلل تماما، لكنه مرجعش زي ما كان. الشخص اللي قام من السرير ده كان شخص تاني خالص. ومن هنا حياته دخلت في مرحلة جديدة كلياً، مرحلة بقى فيها هو مجرد وسيط لقدرات الحجة اللي محدش فاهمها. أهله والناس اللي حواليه لاحظوا التغيير، بقى منطوي كتوم بيتكلم بالعافية، ولما كان بيتكلم كان بيقول كلام أغرب من اللي قبله. كان بيقول لهم إنه متجوز فعلا من جنية، وإنه خلف منها ولدين كمان. طبعا محدش صدق كلمة. بعدها بفترة بيقول إن الحاجة أمرته يسيب قريته ويروح يعيش في شبرا الخيمة عشان يبدأ مهمة جديدة يعالج الناس. وهنا بقى بدأت شهرته تكبر، قصص أشبه بالمعجزات كانت بتتحكي عنه. ناس عندها شلل بيخفوا، حالات عقم بقالها سنين بيحصل حمل، أورام بتختفي، وكل ده كان بيحصل إزاي؟ بمجرد ما يبص للمريض. والغريب إن الكشف كله كان ب4 جنيه. ولما كان حد يسأله: أنت بتعمل ده إزاي؟ إيه السر؟ إجابته كانت ثابتة وما بتتغيرش: دي أوامر الحجة وأنا بنفذ وبس. طبعاً مع الشهرة الكبيرة دي والزحمة اللي كانت بتبقى على بابه كل يوم، الموضوع وصل للشرطة وللسلطات. هنا بقى القانون لازم يتدخل، وبدأت القصة تاخد منحنى تاني خالص، منحنى هيوصلنا لقفص الاتهام والمحاكمة. ما كانتش زي أي محاكمة قبلها. اتقبض على أبو الكف. التهم كانت واضحة: ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، ونصب ودجل وشعوذة. الغريب في الموضوع كله كان رد فعله. قدام وكيل النيابة اعترف بكل حاجة: بعالج الناس، مش دكتور، بس عمل كل ده بهدوء وثقة غريبة. وكرر نفس القصة: الحاجة هي اللي بتأمرني. المحاكمة كانت ماشية بشكل طبيعي، شهود إثبات وشهود نفي، لحد ما جت اللحظة اللي غيرت مسار القضية كلها. القاضي نفسه شكله كان محتار، فقرر يعمل اختبار مفاجئ. نادى على 6 محامين من اللي حاضرين الجلسة، ووقفهم قدام أبو كف وقال له: قول لنا كل واحد من دول بيشتكي من إيه. والمفاجأة كانت إن أبو كف بص لكل واحد فيهم وشخص مرضه بدقة عجيبة. القاعة كلها قامت والناس قعدت تكبر وتهلل: الله أكبر! هنا بقى وصلنا لأغرب نقطة. عندنا تقريرين عكس بعض تماماً. من ناحية مستشفى الأمراض العقلية اللي فحصته قدمت تقرير بتقول فيه إنه بيعاني من اضطراب في التفكير وجنون العظمة. ومن الناحية التانية المحكمة بعد اللي شافته بعينيها كتبت في حيثيات حكمها إن اللي بيعمله ده نتيجة لقوة خفية لا يستطيع مقاومتها. تخيلوا التناقض!
الحكم اللي صدر في القضية دي كان سابقة قضائية بكل المقاييس. لكن صدقوني، اللي حصل بعد الحكم كان أغرب من الحكم نفسه من القصة كلها. الحكم النهائي كان براءة. المحكمة برأت عبد العزيز أبو كف، والسبب اللي اتقال في الحكم كان مدهش. المحكمة قالت إن القانون المصري مفيش فيه مادة بتعاقب شخص على أفعال عملها تحت تأثير قوى خفية، وبما إن الأصل في المتهم البراءة إذن فهو بريء. أبو كف وهو خارج من المحكمة منتصر، الصحفيين اتلموا حواليه، قال لهم جملة تزود الحيرة أكتر: أنا كنت متأكد إني هاخد براءة، أصل الحجة كانت واقفة ورا القاضي وهو بيقرأ الحكم. وهنا بتيجي نهاية القصة، أو بالأحرى اللغز الأخير. بعد اليوم ده، بعد المحاكمة وانتصاره الغريب، عبد العزيز أبو كف اختفى تماماً، ملوش أي أثر، كأن الأرض انشقت وبلعته. محدش سمع عنه أي خبر تاني أبداً. فتفضل الأسئلة معلقة في الهوا. يا ترى هو كان نصاب ذكي جدا وقدر يضحك على الجميع؟ ولا كان مريض نفسي تهيؤاته كانت قوية لدرجة إنها أثرت على اللي حواليه؟ ولا كان في فعلا حاجة تالتة، حاجة من عالم تاني؟ قصة أبو كف في النهاية بتسيبنا مع حقيقة واحدة بس، إن الواقع ممكن يكون أغرب بكتير من أي قصة خيال ممكن نتخيلها.